السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب مطبخ اصغر شيف؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني. اول حاجة هنعملها مع بعض هي العجينة، علشان هنسيبها تخمر لمدة ساعة. عندي للعجينة بتاعتي كيلو من الدقيق، كوباية من الزبادي، وممكن الاستغناء عنها، يعني لو مش عايزة تحطي زبادي ما تحطيش، بس هو الزبادي بيدي طراوة للعجينة اكتر. وعندي ربع كوباية من الزيت، ومعلقة كبيرة سكر، ومعلقة من الملح، وعندي مية دافية للعجن، وكيس من الخميرة الفورية. هنحط بقى المكونات كلها على بعض. حطيت كده الخميرة بتاعتي. لو عايزة تجربي في نص كيلو جربي، لو لسه اول مرة تعمليها. دي كده معلقة من السكر، وهنزل بمعلقة من الملح، وهحط الزبادي بتاعي. زي ما قلتلك تقدري تستغني عن الزبادي. وهحط قيمة ربع كوباية من الزيت. عندي طبعا مية دافية للعجن، ما ينفعش مية ساقعة لانها هتموتلك الخميرة ومش هتشغلها، والمية السخنة برضو هتموت الخميرة، فانا عندي مية فترة. هنقلب كده وندخل المكونات في بعضها. هنزل بشوية مية كمان. طبعا احنا بندخل المكونات بس بالمعلقة، لكن بعد كده العجن هيبقى بايدي. هبتدي الم العجينة بايدي. اهم حاجة يا جماعة مرحلة العجينة علشان تطلع معاكي مظبوطة، لازم تعجنيها كويس قوي، مش اقل من 10 دقايق عجن. كده انا لميت العجينة بتاعتي. هنزل بيها بقى على الرخامة. طبعا الرخامة مغسولة كويس قوي ومتعقمة بالخل، علشان ما يكونش فيها اي حاجة تطلع في العجينة بتاعتي. هنبتدي بقى ندعك العجينة بتاعتنا كويس قوي، زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. نفرد ونلم فيها، لازم تاخد وقتها في العجن علشان تطلع العجينة ناعمة معاكي. ودلوقتي حبايب قلبي انا كده خلصت عجن فيها. لازم بقى نسيبها تخمر. هتجيبي الطبق اللي انت عجنتي فيه وتحطي فيه مسحة من الزيت، وتحطي العجينة بتاعتك. هنحط على العجينة من فوق برضو مسحة من الزيت، وتغطي بقى الطبق بتاعك بالستريتش رول وعليه فوطة، وتتحط في مكان دافي لمدة ساعة، مش اقل من ساعة، لحد ما كمية العجين تتضاعف معاكي.
دلوقتي بقى حبايب قلبي تعالوا نعمل مع بعض الحشوات بتاعتنا. النهارده احنا هنعمل حشوتين احلى من بعض، هنعمل حشوة السوسيس وهنعمل حشوة الفراخ. ليكي حرية الاختيار، ممكن تعملي اي حشوات تانية، انت ممكن تعملي حشوات جبن، ممكن تعملي حشوات خضار، ممكن تعملي حشوات لحمة مفرومة اللي هو زي الحواوشي العادي. ايه اللي يعجبك اعملي. انا جبت دلوقتي كمية من السوسيس زي ما انت شايفة كده، وبقطعها شرايح رفيعة علشان هتبقى جوه العجينة وما تاخدش وقت معايا في السوا. هفضيها كده على بقية العجين بتاعي، على بقية قصدي السوسيس بتاعي اللي انا مقطعاه، وهنشوف بقية المقادير اللي هنقطعها مع بعض. عندي قرنين فلفل حامي هنقطعه برضو شرايح رفيعة. حاولي تقطعي الخضار بتاعك كله صغير علشان يستوي في الفرن وما ياخدش وقت. لو مش حابة الفلفل الحامي براحتك، ما تحطيش فلفل حامي. يعني لو عندك اطفال ولا حاجه ما تحطيش فلفل حامي، حطي كفايه الفلفل الالوان اللي احنا هنحطه. كده قطعت الفلفل بتاعي خلاص. هنحطه في طبق ونركنه على جنب على بال ما نجهز بقيه المكونات بتاعتنا. دلوقتي يا حبايب قلبي انا العجينه بتاعتي اتضاعفت وقطعتها كور صغيره. حاولي تقطعيها مجوز، يعني كل كورتين هيتحطوا على بعض. تمام. فردت العجينه كده زي ما انتم شايفين، مش عاوزاها رفيعه قوي ولا عايزاها سميكه قوي لان هي لسه هتخمر تاني. نزلت بالحشوه بتاعتي اللي هي الفراخ، معلش في جزء من الفيديو اللي اتحذف اللي هي حشوة الفراخ ازاي عملناها، بس ممكن نقول كده واحنا شغالين عملناها ازاي. احنا فرمنا الفراخ رفيع مكعبات صغننه كده خالص، قلنا علشان تستوي معاكي، وحطينا عليها فلفل الوان كان عندي في الفريزر مجمد قطعته برضو مكعبات صغيره، وبصلايه مبشوره، ومعلقه من الثوم المفروم، والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسود، وحطيناها على الفراخ المفرومه بتاعتنا. ونفس الحشوات اللي حطيناها على الفراخ حطيناها على السوسيس، مع فرق ان احنا حطينا على السوسيس نص معلقه من الكبابه الصيني المطحونه. دلوقتي انا قفلت كده على الحواوشي بتاعي بالشوكة علشان الحروف بتاعته ما تخرجش منها اي حاجة، لازم نقفلها كويس قوي. دلوقتي بقى هنجهز للوش بتاعنا بضاية اللي هندهن بيه وش الحواوشي بتاعنا. هنضربها كده كويس قوي. وعندي كيس من النسكافيه هدوبه في بق ميه صغير قوي، لان انت لو حطيتيه على البيض مش هيدوب معاكي، فانا عشان كده هدوبه يا اما في بق ميه صغير او بق لبن، وبعد ما يدوب معايا انزل بيه على البيض. لو حطيتيه على البيض مش هيدوب. او زي ما انتم شايفين كده حبايبي فك معايا على طول. بعد ما دوبته نزلت بيه على البيض بتاعي. انسي اي ريحة زفارة في البيضايه، هتدهني الوش معاكي وانتي مش قلقانه من اي ريحه.
دلوقتي حبايبي بقى انا فردت الحواوشي بتاعي كده في الصاج زي ما انتم شايفين، وخرمنا الوش بتاع الحواوشي، وهندهنه بالبيض اللي احنا عملناه بالنسكافيه. هيخلي لونه روعة. طبعا مسخنه الفرن بتاعي على 200، لازم درجة الحرارة تبقى عالية ومتسخن من قبل، يعني قبليها بربع ساعة انت مسخنة الفرن. المخبوزات بتدخل في فرن سخن علشان ما تنشفش معاكي. لو حباه يبقى طري اول ما يخرج من الفرن تحطيه في حلة وتغطيه، او تديله بخة مية بالبخاخة كده زي ما بندي للمخبوزات. ممكن تدهني الوش بلبن بس لو حابة يعني، بس صدقيني البيض والنسكافيه بيدوكي ريحة ولون في منتهى الجمال. عملنا مع بعض قبل كده الحواوشي البلدي، والمرة دي عملنا الحواوشي الاسكندراني. يا رب يعجبكم. دلوقتي يا حبايبي انا خلصت الصاج بتاعي اهو. دلوقتي بقى هدخله الفرن ونشوفه بعد ما يخرج من الفرن. انا حبيت احط على الوش كده، لو مش عايزه تحطي حاجه واستكفيتي بكده يبقى خلاص. حابه تحطي حاجه ممكن تحطي سمسم وحبه البركه. ما عندكيش حطي ده او ده، ما عندكيش خالص بلاش خلاص. البيض والنسكافيه هيدوله لون حلو، مش هتحتاجي تحطي عليه اي حاجه تاني. كده انا بحط حبه البركه، طبعا مخليه شكله جميل زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم انا مسخنه الفرن، يعني انا بشتغل كده في الاخر وانا مسخنه الفرن. لازم اسخن الفرن قبليها بربع ساعه. جميل 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 يا جماعه، لازم تجربوه. دلوقتي بقى هدخله الفرن ونشوفه بعد ما يخرج من الفرن. شايفين يا جماعه شكله عامل ازاي من قبل ما يدخل الفرن؟ حاجه يعني بسم الله ما شاء الله. ودلوقتي حبايب قلبي الحواوشي بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين في منتهى الجمال، لونه خطير وريحته مش قادره اقول لكم. بصوا السوا من تحت عامل ازاي، حاجه يعني في منتهى الجمال، احلى 100 مره من اللي بتجيبيه من بره وانضف لون وطعم وريحه. ورمى معايا كمان كميه كبيره، يعني غير دول انا عامله طبق تاني، وفاض مني حشوه كمان عملتها في رغيف بلدي. يعني كيلو دقيق هيرمي معاكي كمية ما شاء الله كبيرة، وكل ده من ربع كيلو سوسيس وربع كيلو بانيه. عملت الحشوات الجميلة دي، وزي ما قلتلك تقدري تغيري في الحشوات زي ما انت عايزة. تعالوا كده نقطع الرغيف مع بعض ونشوف شكله من جوه عامل ازاي. طبعا العجينة قطنية جدا يا جماعة ومنفوخة كده من جوه وهشة وجميلة. بصوا الرغيف عامل ازاي، بصوا بسم الله ما شاء الله.
تحفة 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 يا جماعة، والله لازم تجربوه. اهو تغيير عن الحواوشي البلدي اللي بنعمله على طول. شايفين يا جماعة؟ والله في منتهى الجمال. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهاردة حبايبي، ويا رب تستفادوا منه. ولو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لنا لايك، اللايك بيرفع الفيديو. ولو اول مرة بتشوفوا القناة بتاعتنا يا ريت تعملوا لنا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي ان شاء الله.